كيفكم مع المندي؟ بتحبوها ولا لا؟ نظافة أهم شي. إذا ما طلعت مقرمشة هاد ما اسمه مندي أصلي. بتجيبوا دجاج مسلوق وبتحطوه على طاولكم، وبتجيب بهارات وزيت بلدي، وتجيب لي أحلى فرشاية عندك متغمسة مشان تدهنن يا بي. لكن شلون بدك إياها تطلع الطعميرة شي طية؟ شايف شلون هاي؟ يلا تدهنوا. هلا يا بي بدهنن منيحة وبتاخدن على أحلى فرن عندك، وتجيب أحلى كيلو رز عندك ويكون مندي، بتنقعه شغلة شي ساعة وبتصفيه بتاخده على النصبة. والكل يلي عم يسأل شو هي النصبة؟ النصبة هي يا أخي عبارة عن مرقة دجاج محطوط لها قرنفل وهيك وهيل وهالشغلات يعني الحلوة بنعرفها، ما في داعي أعددها. هلا يا بي شو المكونات اللي بدنا نحطهم؟ البهارات بتجيب ملعقة ملح ومعلقتين كاري ونص كاسة تبعيت شاي يعني زيت نباتي. خلينا نحطهم هلا. يا بي اول شي قبل ما تنزلوا هالرزات، مع انه هي غلط النصبة، بتجيبوا شغلة هيك فحمتين حطوهم هيك على الغاز. شفتوا شلون؟ شال الاول. يا بي مو غلط النصبة، سقطوا لي هالرزات. 1 2 يلا روحوا شكوا نصفيهم هلا. حبينا الخلاص دي والله ما هيك. حطهم هيك دورهم، وبتجيب غطا الطنجرة تبعها الحلوة وبتغطيها نوما هنيئة. وهلا يا بي بعد ما نشف الرز مع المي تبعه، اكيد ما بيكمل المندي من دون هالمكونين اللي هن الصبغة او الملونين. حطولي هيك، تعال مصور قرب عليها، حطولي هون نص الكاسة اللي خلينا نكمشها منيح لهاي، وهاي هون كمان نص، وكمان بتحطلي هالمعلقة السمنة كمان. يا بي شوفوا لي هالفحمان شو صار فيها. طبعا رح يهروا. هاتوا اعطيكم سر المهنة والطعم العظيمة. افتح لي غطا الطنجرة وتحط لي هالكاسة تبع ستانلس ستيل فيها شوية زيت، طبعا بحطها هيك بالنص تمام، وتجيب لي هالفحمتين اللي كنا من شوية تلقاها محمية، حطها هيك بقلبها بسرعة بس شوي تمام. بتجيبوها هيك وبتتركها 5 دقايق مشان تتدخن منيح. هلا بي استوت طبختنا وقلي عليها الروايح متخارقة متفجرة اللي بدكم يا سمو. هلا هات خلينا نزينها باللوز. بنجيب طبعا كمان الزبيب. يعني من وين بتعرف المندي الأصلي؟ تكمش هيك يا بي هالدجاجة تمام. بعدين شو سخنوا لي. تكمش هيك يا بي جلدته. إذا ما طلعت مقرمشة هاد ما اسمه مندي أصلي. والله شي طيب، ومع السلامة.